في أحد أحياء المدينة عاش منير وزوجته سمر حياة مستقرة مليئة بالمحبة والاحترام. كان يضرب بهما المثل في الوفاق، فهما زوجان متفاهمان رغم بساطة حياتهما. لكن كما هو الحال في كل بيت، لم تخلو حياتهما من المشاكل. في الآونة الأخيرة بدأت الخلافات الصغيرة تكبر، كلمة هنا، تجاهل هناك، سوء فهم يتراكم، والأنانية تتسلل بهدوء. لم تكن المشاكل بحد ذاتها كبيرة، لكنها كانت تكبر لأن كل منهما أراد أن يثبت أنه على حق. في كل مرة يعلو فيها صوت سمر كان منير ينسحب إلى الصمت، وفي كل مرة يتجاهلها كانت تزداد نار الغضب في قلبها. شيئا فشيئا بدأت المسافة بينهما تكبر، حتى أصبحا كالغرباء تحت سقف واحد. لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك. كان لجارتهما سعاد لسان لا يهدأ، ونية ليست دائما طيبة. لطالما كانت تحسد سمر على زواجها وتحاول أن تشعل الفتنة كلما سنحت لها الفرصة، فكل خلاف بسيط كانت تنقله وتضخمه وتضيف عليه بهارات من عندها. شفتي سمر تصرخ على منير؟ أكيد ما عاد يحترمها. ومنير شكله ما عاد يطيق الجلسة في البيت، دايما في الخارج. كان الحسد يغذي الشائعات، والشائعات تزيد الجروح، حتى بدأ الأقارب والجيران يهمسون. بيت منير وسمر ينهار. لكن في يوم، وبينما كان منير يجلس مع صديقه المقرب، قال له الأخير بصدق: ترى يا منير، سمر تحبك، بس زعلها منك مو كره، هو خوفها تفقدك، واللي يفرحون لما تزعلون هم نفسهم اللي كانوا يغاروا من حبكم. هزت هذه الكلمات قلب منير. عاد إلى البيت، جلس مع سمر لأول مرة من غير صراخ ولا عتاب، فقط كلام هادئ وقلب مفتوح. قال لها: أنا آسف إني كنت أهرب من الكلام، خلينا ما نخلي الناس تفرح بزعلنا. ردت سمر وعيناها تدمع: وأنا آسفة إني رفعت صوتي بدل ما أشرح لك مشاعري. تحدث مطولا، وقررا أن يتعلما من أخطائهما، أن يكونا فريقا ضد المشاكل لا ضد بعضهم البعض. في الأيام التالية خمدت نار المشاكل، واستعلت نار الحسد من جديد في قلوب من كانوا ينتظرون سقوطهما. لكن هذه المرة لم يكن هناك خلاف يغذي إشاعاتهما، بل وجد الحساد أنفسهم يخسرون ما كانوا يقتاتون عليه. العبرة: المشاكل الزوجية لا بد منها، لكنها لا تهدم إلا إذا سمح لها الطرفان بذلك. وإذا تركت باب بيتك مفتوحا للناس، دخل منه الحساد قبل الأصدقاء. الخلافات تحل بالحوار لا بالصمت أو العناد. في الحياة الزوجية تحتاج قلبين متواضعين، لا عقلين يتنازعان من الأذكى.